ما زلتي كل ما ديري لي كروكيت تاع الروز يتفتحوا لك في المقله وتحل الفيله ديريهم. اليوم راح نعطيك سر النجاح تاعهم باش تولي تخدمي كميه كبيره ويجيوكم فرمجين ومقربشين من برا، صدقوني بنتهم بنه. هنايا عندي دو كاسرول فيه ما سخون، وحده نحط فيها حبه بطاطا والثاني روز ونخليهم يطيبوا، ومن بعد نفرغ هذاك الروز اللي طيبته مليح مع البطاطا ونمرسهم مليح. نزيد عليهم الطون اللي صفيته مع الزيتون اللي ريحته، حبه بيض، واكيد الجبن. انا نحب نستعمل تاع تارتينو اكسيلونس، ونخير بالذات هذا اللي مخدوم بليمونتال باسكو بزاف بنين. ديت منه مربع، فرغته على الخليط نتاعي وزدت عليه شويه معدنوس مع التوابل، ملح، فلفل اسود وبابريكا، ونزيد لا شابلور ونعجن حتى نتحصل على عجين متماسك. والبطاطا اللي درتها هنا راح تعاون باش ما يتفتحوش في المقله. هنايا القسم الاول عمرته بالموتزاريلا، والثاني درت لي سلايس تاع تارتينو اكسيلونس. درت نص سلايس في كل حبه تاع كروكيت باش تذوب من داخل وتجيب بزاف بنينه. هنايا كنت كملت، ما بقى لي غير نغلفهم. كسرت زوج حبات بيض مع شويه ملح ونفس لي زيبيس، وفرغت ثاني لا شابلور ونغطس لي كروكيت في البيض ومن بعد لا شابلور. والسر الثاني بعد حبه البطاطا انكم تقليوهم في كاسرول. علاش؟ باسكو الزيت يكون غارق هكا باش يتغطاو كامل بالزيت، ما يضربهمش الهواء ويتفتحوا. وهنايا كنت خليتهم كامل. شوفوا كيفاش جاو يقرمشوا وبزاف يشهيو. هاد الوصفه ناجحه وجامي لا نبدلها. شوفوا كيفاش تجي مفرمجه من داخل، غير خبيوها رمضان على بالي رايحين تحتاجوها. وهذا ما كان.